انا قلت بقى المره دي يعني ايه نفتح النور بقى كده ونزهزه. بدل كل مره بنبقى في العتمه وبتاع، فقلت نفتح بقى النور المره دي. Welcome everyone to our 8th live video. متعودين ان احنا كل خميس بنعمل الفيديو ده عشان خاطر نانسر الكويستشنز بتاعت الناس اللي ليها علاقه بالانجلش. ودايما في اول الفيديو بتلاقيني بقعد برطم باي حاجه كده بس على بال ما نيجي ناس تاكد لنا ان الناس لا مؤاخذه الصوت يعني شغال كويس. فكده معانا 1 فيو او 2 فيورز، يا ريت بس ياكدوا لنا اذا كان الصوت شغال تمام ولا لا. محتاج اعلي صوتي، اقرب المايك بتاع. اكدوا لنا بس ايه تمام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد سمير الصياده. كده اتحفظت. معلش اتاخرت عليكم 7 دقايق، كنت بنضف النضاره بس. كده هو يعني الناس اللي لابسه نضاره طبعا هتبقى عارفه المأساة دي، مع اني مش متضايق منها. يعني انا بصراحه شخصيا بحب النضاره. ناس كتير قوي عرضت عليا موضوع الليزك وبتاع، بس انا عجباني النضاره بصراحه. بنورك يا حسام الدين، ليك وحشه حبيبي والله. طيب كريم بيقول ان الصوت تمام، يبقى كده كل الناس سامعاني كويس ان شاء الله، ومعانا 7 فيورز دلوقتي. اوكي. طيب خلونا بقى نخش على الكويستشنز على طول. نلحق نخلص النهارده بسرعه لان معانا ما شاء الله يعني تو ماني كويستشنز النهارده. فنحاول نخلص بسرعه عشان نلحق نروح نبراكتس انجلش اونلاين على الروم بتاعتنا في البال توك. طيب اول سؤال كان لحسن الامام، كان بيقول ازاي اقول بالانجلش بلغ سلامي كذا. يعني انا مثلا قابلت احمد قلت له احمد سلم لي على محمد، اقولها ازاي بالانجلش؟ ليها طريقتين. طريقه فورمال لو انت بتتكلم مين اللي بيبعت حاجات انا بس اعمل الموبايل سايلنت عشان ايه؟ ما بحبش بصراحه الفصلان ده. ايوه بس كده. كان يعني انت مثلا قابلت احمد قلت له احمد سلمني على محمد. بص ليها طريقتين يا حسن. ان انت ممكن تقولها بشكل فريندلي. انت لو بعت سلام لواحد صاحبك هتقول له say hi to احمد، say hi to محمد، say hi to محمد. ده بطريقه الفريندلي لو انت بعتها لواحد صاحبك. لو انت عايز تتكلم بشكل فورمال اكتر send my regards to whatever. send my regards to احمد، send my regards to محمد and so on. ده الطريقه البروفيشنال او الفورمال بتاعتها. فهي تاني طريقتين: say hi to كذا، دي الانفورمال، والفورمال واي اللي هي send my regards to whatever او whoever. طيب مريم عزمي كانت بتقول ازاي اتكلم عن الجمارك. بصوا الجمارك بالانجلش يعني customs. customs اللي هي customs تاني customs. دي كده customs. الكاستمز اللي هي الجمارك. ازاي اتكلم عنها؟ مش عارف بصراحه. يعني انت عايزه تقولي ايه؟ حددي لي برضو انت عايزه تقولي ايه مريم عشان خاطر اقدر اساعدك. بس هي الجمارك عامه بالانجلش يعني customs. تمام. جمارك بتختص في الواردات والصادرات تقريبا على حد علمي. يعني فامبورتس اللي هي الحاجات اللي داخله، اكسبورتس الحاجات اللي خارج. تمام. الحاجات اللي خارجه. بالنسبه ده السؤال مريم عزمي. بالنسبه لسؤال ناديه شكري كانت بتسال ازاي تقدر تنزل سبتايتلز او ترجمه للافلام. طيب ازاي نقدر ننزل ترجمه للافلام سواء كنا عايزين ننزل انجلش سبتايتلز او Arabic subtitles؟ في ويب سايت اسمه www.subscene.com. subscene.com اللي هي subscene.com. حتى موجود على البوست، حد رادد على الكومنت بتاع نادية وكاتب الويب سايت اسمه يحيى. شكرا يحيى. فده الويب سايت اللي نقدر نسيرش بيه على اسم الموفي وننزل السبتايتل بتاعته. وتاني اكد يا جماعه، يا ريت نتفرج على افلام الانجليش او افلام الامريكان whatever يعني بانجلش سبتايتل مش بارابيك سبتايتل. معانا سؤال اسماء يوسف. بتقول ازاي اقول كلمه dumpy. dumpies جمعها يعني dumpy. بالنسبه لكلمه dump ان انت تنفض لحد. اوكي. احمد مالك الكورس بكام وعنوان؟ طب مريت يا احمد يا مالك تبعت لي مسج برايفت على البيج وهرد عليك بكل ديتيلز. واحمد عبد الله ما تقلقش، انا فاكر الكويستشن بتاعك وانت السؤال بتاعك عندي رقم 8، فاتقل سيكا اتقل تاخد حاجه نظيفه. طيب نرجع تاني لسؤال اسماء. بتقول دامب ان انت ترمي حد او تنفض له يعني. فلما تقول على حد دامبي يعني الدامبي ده اللي هو الشخص اللي متنفض له. تمام. اللي هو شخص غير مرغوب فيه. تمام. دامبي بالبي دامبي.
برضو dumpers آه كلمة برضو rest يعني rest راحة راحات. بلاش تقولها restless وtestless وjournalistless، لا خلي التي والاس اللي في الاخر تخش في بعض. هاتسي انت لما تيجي تقول هاتسي مش اتيسي، صح كده؟ خلينا هاتس. قول معايا كده rests. شفت التس اللي في الاخر دي؟ rests journalists. I have a lot of tests and so on. تمام؟ حاول تبراكتس عليها كتير. برضو كانت عايزه البرونسيشن بتاعت الورد riot اللي هي RIOT riot. cavernous اللي هو cavernous، دي البرونسيشن بتاع cavernous يا اسماء اللي هو لو هتكلم مثلا عن المكان ده cavernous، المكان ده very wide واسع جدا لدرجة ان هو في مكان جواه برضو واسع. حاجة مثلا زي المسرح بيبقى مبنى ضخم كبير جواه برضو مكان كبير يا اسماء. تمام؟ دي البرونسيشنز اللي انت كنت تسأل عليها. لا اخر كلمة اوكي كده dumper ده خلاص خلصنا. اوكي precipitous اللي هو حاجة بتحصل بسرعة بشكل مبالغ فيه. يعني مثلا شركة كانت بتكبر زي نوكيا مثلا، ونزلت precipitously بسرعة شديدة، نزلت تاني precipitously. ده كده بالنسبة لسؤال أسماء. you're more than welcome يا أسماء. اوكي احمد كان بيقول how much language انا محتاج من language قد ايه ومحتاج لغه قد ايه عشان خاطر اعيش مع حد نيتيف واقدر ان انا اتواصل معاه. بص يا ابو حميد، انت يكفيك بس practicing. لو انت زيرو في الانجليش اللي هو حتى ما عندكش ABC، هتحتاج حوالي 3 شهور كل يوم practicing، كل يوم learning، عشان خاطر ان انت تبقى عندك حصيله كافيه تقدر ان انت تبراكتس بيها مع نيتيفز. تمام؟ اوكي سؤال ايمان فاروق، ازاي ابقى fluent في الانجليش؟ ايه الستبس او ايه الخطوات ان انا ابقى عن طريقها fluent في الانجليش؟ وسؤالها تاني برضو محتاجه افلام تقدر تساعدها في الانجليش وكده. طيب بصي يا ايمان، ازاي تبقي fluent في الانجليش؟ انت محتاجه practicing كل يوم انا يمين كل يوم، اللي هو كل يوم ساعه اتليست مثلا ان انت تقعد تبراكتس انجلش. تمام؟ طب براكتس انجلش ازاي؟ اخش يا عم والحاج اونلاين، بال توك، ياهو تشات رومز، اي تشات روم عندك، اي حاجه تقدر تتكلم بيها مع الناس اونلاين، يا ريت ان انت تروح لها. بس قبل ده كله احنا محتاجين انبوت، يعني الانبوت اللي هو محتاجين نتعلم حاجه عشان نقدر نخرج اوتبوت. فالانبوت حاول تتفرج على افلام انجلش كتير وتاخد منها الكلمات اللي انت ما تعرفهاش وتبراكتس الكلمات دي لما تيجي تبراكتس مع حد اونلاين. اعملي كده يا ايمان لمده حوالي 3 شهور، هتلاقي نفسك بتحسن ضخم جدا 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 جدا. بالنسبه لسؤالك التاني اللي هو انت محتاجه افلام عشان تساعدك، بصي انا في فيلم اسمه ايس ايج هو فيلم انيميشن it could work for all of the ages والكلام ده كله. اوكي شكرا يا رينا، ربنا يخليك. يوسف انا مش ناسيك، هجيلك بس بعد ما اخلص نقطه ايمان. طيب خلاص كده يا ايمان عرفنا ازاي نبقى فلوينت في الانجليش. الافلام بقى زي ما كنت بقول لك، فيلم ايس ايج هو فيلم انيميشن ينفع لكل الاعمار. بصراحه انا ذات نفسي استفدت منه كتير قوي، فحاولي تتفرجي عليه وبجد هيفيدك جامد. ده بالنسبه لسؤال ايمان فاروق. طيب نرجع بقى ليوسف. يمكن حضرتك يمكن ما اعرفكش شخصيا بس بجد حبيتك. ف stumbling block بقى، يعني انت عايز تعرف يعني ايه stumbling block؟ اكدها لي معلش. يعني انت بتقول عليا انا stumbling block ولا انت عايز تعرف يعني ايه؟ عشان كده يا يوسف. تمام؟ اكد لي على بال ما ارجع لك. بنورك يا جيلان، ربنا يخليكي. لمياء فوزي، ازاي تimprove الرايتنج سكيلز؟ طيب هقول لكم انا كنت بعمل هنا بذات نفسي وانا صغير لغايه ما يعني الحمد لله ظبطت الرايتنج بتاعي والسبيلنج ميستيكس بتاعتي والكلام ده كله. وهقول لكم برضه على طريقه ثانيه ازاي تقدروا تعملوها اونلاين. كنت بعمل ايه؟ كنت بجيب ملف وورد، مايكروسوفت اوفيس، ملف وورد قدامي، بقعد اكتب اي حاجه تيجي في دماغي. انت لما بتكتب في الوورد لو بيبقى عندك سبيلنج ميستيك بتلاقي الوورد علم لك علامه حمراء كده تحتها وقال لك في ميستيك هنا. لو دوست رايت كليك اللي هو نقره يمين بالماوس، تمام،
هيظهر لك الكوركشن بتاعك، ايه الكوركشن بتاع المستيك اللي انت عملته. ده حاجه. أم أم اوكي خلاص يا يوسف. هي stumbling back stumbling back stumbling back متاسف stumbling block stumbling block. تمام. طيب اوكي. فالرايتنج سكيلز كنت بدخل على الوورد اكتب كده اي حاجه تيجي في دماغي، والوورد بيكوركت الجراماتيكال والسبيلنج ميستيكس بتاعتي مع الوقت لغايه ما الدنيا ظبطت الحمد لله. برضه دلوقتي وانت بتتشات مع حد انجلش، لو كتبت كلمه انجلش بتلاقي الموبايل بيديك كده سجستشن فوق الكيبورد بتاعتك بالكوركشن بتاعك. دي برضه جزء، دي برضه طريقه تقدر تحسن بيها الرايتنج بتاعك. طب لو عايز بقى تحسن الرايتنج بتاعك في ايسايز بقى، وازاي تكتب ارتكل، وازاي تكتب مقال في الجورنال، وشغل عالي اكبر مننا كلنا والكلام ده كله. طيب في 2 ويب سايتس اونلاين تقدر تمبروف عليهم سكيلز كتيره قوي وفور فري. التو ويب سايتس دول، اول ويب سايت كورسيرا، انا بحبه بصراحه، كورسيرا coursera.com. الويب سايت الثاني اللي هو future learn كان قال لي عليه حد زميلي بصراحه وكان كويس جدا. تمام. فالتو ويب سايتس دول خشوا عليهم هتلاقي سكيلز كتيره قوي، هتلاقي مايلستونز كتيره قوي، هتلاقي كورسز كتيره قوي تقدر تساعدك في الرايتنج، في السبيلنج، في وات ايفر، في سكيلز كتيره حتى فيها ايلتس توفل والكلام ده كله. تمام. هيفيدوك كتير. طيب سؤال عبد الله محمد. طيب بص يا عبد الله، مبدئيا يا جماعه بس السؤال ده هو لا حياء في العلم طبعا. تمام. بس هستاذنكم لو في اطفال بيتفرجوا معانا 12 سنه فيما اقل، يا ريت يقفلوا دلوقتي. هم مش هيقفلوا بس انا بقول كده برضو يعني احتراما مني. تمام. طيب كان بيسال على الديفرنس ما بين كلمه ريبلاي وريبلاي في البرونسيشن. احنا كلنا عارفين المعنى اللي هو ريبلاي ان انت ترد على حد، ريبلاي ان انت تعيد تشغيل حاجه. يعني عجبك فيديو مثلا، طب ريبلاي ذيس فيديو. فالديفرنس قولوا معايا كده، انت ترد على حد في ايميل مثلا تبقى ريبلاي. ان انت شغلت فيديو عايز تعيده تاني ريبلاي. فالاولى ريبلاي، الثانيه ريبلاي. طبعا في فرق في السبيلنج، يا ريت نتشيكوا مع بعض. السؤال الثاني بقى وده المهم، ايه الفرق ما بين رقم 6 والكلمه الثانيه ولا مؤاخذه؟ اظن واضحه، مش لازم. الفرق ما بين رقم 6 في الانجليش والكلمه الثانيه. طيب زي ما قلنا لا حقيقه في العلم، بس برضه احنا محتاجين نعرف الجزء ده، لان فعلا كنت بشوف قدامي ناس نيتيفز بتضحك على مصريين بسبب الميس برونسيشن بتاعهم في النقطه دي. فخلونا كده نقولها مع بعض. رقم 6 في الانجليش اللي هو 6 as it is. الكلمه الثانيه بقى اللي مؤاخذه اسمها sex، بتفتح بقك شويه، sex. فرقم 6 الكلمه اللي مؤاخذه sex done. مش هتكلم اكتر من كده عشان طيب منك لله عبد الله. هتخلي الناس تكرهنا يا عم وتعمل لنا بلوك ليه يا عم؟ طيب لا بهزر طبعا يا عبد الله حبيبي. طيب سؤال مريم سعد، الفرق ما بين 3 كلمات دول قولوا كده معايا يا جماعه. لو انا مثلا عايز اقول I love her، مش here I love here، لا I love her. تخيل معايا كده ان كلمه her دي اللي هي H-E-R. تخيل معايا ان احنا شلنا الاي وحطينا يو بقت her. قولوا معايا her. I love her. I killed her. بأي example. الكلمة الثانية الشعر اللي راح hair. الكلمة الثالثة اللي هي هنا here. فيبقى كده يا مريم سعد her, here, here. ده 3 differences. برضو سألتني سؤال تاني بقوله في الكورس عندي كتير، اللي هو الفرق ما بين where لو بتسأل على مكان و were الباست بتاع verb to be. طيب قولي كده معايا where لو هتسأل على مكان تقول where. الثانية were اللي هو مثلا you were not here, you were playing and so on. where we were. الثانية بتقطعيها قوي بتبقى too short. برضو ازاي pronounce was I was، مش was لا هي was I was playing I was whatever. بس طبعا لما بنيجي نتكلم بسرعة ما بتبقاش باينة قوي فتبقى I was playing I was here and so on. برضو كانت اخر سؤال لمريم كانت بتقول ازاي انطق A
لما بتيجي كايه اداه نكره. تمام. طيب انا شخصيا، انا كعمر، انا مش عارف يعني ايه اداه نكره في الانجليش، بس هي article. let's just say ان هي article. تمام. ازاي انطقها؟ بص، انت لو عندك مثلا، خلينا نقول على حاجه حلوه قوي. I have a car. I have a car. طيب لو هتربطها في بعض الايه هتختفي في النص شويه، اللي هو تبقى I have a car. I have a car. I have a car. تمام. لو هتبطأ شويه، اللي هو كأنك بتفكر مثلا I have a car، فبتبقى الايه بتبقى a. I have a car. مثلا انت بتتكلم وبتفتكر وانت بتتكلم there's a man called me yesterday و so on. تمام. بس في المعظم ان انت بتقوليها بتلينكيها بالكلمه اللي قبلها. ما ينفعش تقولي I have حاجه a car، لا I have a car في الاخر. تمام. دي البرونسيشن بتاع الايه يا مريم. طيب ميدو رونالدو كان بيسأل ازاي نستخدم get، واستخداماتها كتيره قوي وبلاقيها كتير قوي. يقول لك مثلا I got bored، اللي هو الباست بتاع get got G-O-T. I got bored. تمام. ليه ما اقولش I am bored مثلا على سبيل المثال؟ طيب هقول لك على حاجه. انت ممكن تقول I'm bored، حلو قوي. لما تقول I got bored، هي ليها two differences. الديفرنس الاولاني في قوه المعنى. لما تقول I got bored انت فعلا الملل واكلك. تمام. لكن يا ميدو الديفرنس التاني اللي هو grammatical بقى. لو قلت I'm bored، في الحاله دي I'm bored هنا بقت adjective. لكن لما تقول I got bored هنا بقت verb. فالاول واحده adjective، تاني واحده اللي هي بيسموها ايه في الانجليش؟ انا سوري يا جماعه، بس انا فعلا الجرامر عندي مش متعلم جرامر. يعني ممكن اعلمك جرامر من غير ما اعرف ايه اللي انا بعلمه لك. تمام. اللي هي بيسموها اللي هي لو عايز اقول حاجه، حد حصل له حاجه مش عايز اقول مين اللي عملها. اسمها ايه يا اخوانا؟ اسمها ايه؟ يح. راحت من دماغي. تمام. اللي هو المجهول. ايوه المجهول. لو عايز تتكلم عن حاجه مجهوله I got bored. طب مين اللي بوردك؟ ما لازم يكون في حد بوردك يعني، حد سبب لك الملل. ده بالنسبه لجد. برضو استخدام تاني لما تيجي تقول I have to go مثلا. حلو. لو قلتها I got to go انت هنا المعنى بقى اقوى بكتير. تمام. ف I gotta go. I gotta اي passive. الله يكرمك. شكرا يا رينا، شكرا يا محمد. يس اسمها passive بالظبط كده. لما تقول I got bored ده انت هنا كده في الباسيف. لو قلت I gotta go انا لازم امشي دلوقتي. هي لو قلت I have to go انا لازم امشي دلوقتي، بس I got اقوى بكتير قوي من have to. تمام. فده gotta go. استخدام get كتير قوي، كتير قوي يا مان. طب ليه بيحطوها كتير؟ هي حاجه كده زي helping verb، يعني فعل مساعد شويه. زي ما تقول مثلا I could have tried. انت كده عندك 3 verbs بس منهم واحد helping، فهو لازم يبقى موجود في الجمله عندنا helping verb sometimes. تمام. فالديبند على المينينج اللي انت عايز توصله. الديبندز على حاجات كتيره قوي. تمام. بس ده generally خلينا كده عارفينها عامه ان الجيت لما بتتحط في الجمله بتقوي المعنى اكتر بكتير. تمام. ده السبب اللي عشان كده هتلاقيه موجود كتير. طيب السؤال رقم 11 اللي هو تحتيه 10. ازاي محمد سمير الصيادة كان سأل 11 question. بسم الله ما شاء الله. طيب فخلونا كده ناخدهم واحدة واحدة. تمام. جاهز معايا محمد؟ ها. طيب كان بيسأل سؤال جامد جدا اللي هو الفرق ما بين مانجر ودايركتور. الفرق ما بين مانجر ودايركتور. بص، هو الدايركتور دايما اعلى من المانجر، لان المانجر ممكن يبقى مسؤول عن شوية اشخاص، شخصين 3 5 whatever، حتى لو 100 still a manager. لكن director بيبقى معظم الوقت مسؤول عن department كامل، وكل department احنا عارفين ممكن يبقى فيه اكتر من manager. تمام. زي مثلا الفاينانس اللي هو الماليات، قسم الماليات. تمام. قسم الماليات المدير بتاعه اسمه director. ليه؟ لان انت جوه قسم الماليات هتلاقي مش عارف executive manager، finance manager، marketing manager، مش عارف purchasing manager وسو on. فكل المانجرز دول عليهم واحد director، فالdirector اعلى من المانجر. ده الفرق. امتى استخدم it with this with that؟ بص it هي حاجه تانية خالص. I love it goes it drinks and so on. هي pronoun. هي ما اعرفش اسمها ايه بالعربي. ضمير. ايوه اسمها ضمير، زي he she
والكلام ده كله it. تمام. فخلينا من it دلوقتي، خلينا نتكلم على this with that. لو قلت على حاجه this فانت معنى كده ان انت شايفها قدامك. يعني I love this article, I love this movie، انت شايفه قدامك. لكن لو تتكلم عن that man، تمام، انت بتتكلم عن حاجه مش قريبه منك قوي. بتتكلم عن that man، انت فاكر الراجل ده، you remember that guy ده اللي هو مش عمل مش عارف ايه مش عارف ايه. تمام. فديس حاجه انت قريبه منك قوي، that حاجه بعيده عنك شويه او انت قد تكون مش شايفها. لو عايز اقول اني مشغول باستمرار، الصح اقول I'm busy continually او continually I'm busy. لا بص، بلاش دول خالص. الاكسبريشن الاكتر اللي هو I'm always busy. I'm always busy، انا دايما مشغول. I'm always busy. يا رب تكون بتكتب معايا يا محمد. طيب السؤال الرابع اللي هو ايه الفرق بين I work, I'm working. خليني بس اقول لك على حاجه يا محمد. انت مبدئيا مش هينفع تقول work لان كده grammatically مش مظبوطه. طالما قلت لازم بعدها تحط verb with an ing او تحط بعدها adjective. يعني I'm working صح زي الفل، ده كده كverb with an ing. لو عايز اقولها adjective مثلا I'm good, I'm bad، ده هنا كده adjective. فانت مش هينفع تقول work، فخلينا نمسحها خالص. قول I work. طب دلوقتي بقى ايه الفرق بين I work و I'm working؟ الفرق هنا في حاجه. لو انا جيت قلت لك مثلا I drink coffee، معنى كده ان انا بدرينك coffee every day, every month, every week, every year، كل 3000 سنه. تمام. شغاله بنمط معين. لكن اقول لك I'm working ده معناه ان انا دلوقتي يعني right now I'm doing a live video, right now you're watching me، حاجه انت بتعملها دلوقتي حالا. لكن لو قلت I watch you، يعني مثلا لو حد بعت لي مسج يقول لي انا بشوفك دايما او بتابعك، هنا يقول I follow you ان انا دايما بتابعك. تمام. بنمط معين، ممكن اتفرج عليك اسبوع واسبوع لا، اتفرج عليك كل اسبوع. فكده فهمنا I work بنمط معين، اللي هو انا شغال في شركه كذا في الوقت دلوقتي، هتفضل شغال شويه مهما كان النمط بتاعنا ايه. لكن لو قلت I'm working معناها ان انا شغال حالا. ده الفرق. عايز اقول انا كثير التفكير في العمل، يبقى I overthink too much about work. تاني I overthink too much about work. السؤال اللي بعده، انا ممكن اكون افضل شخص لهذا العمل او افضل شخص لعمل هذا. انا ممكن اكون افضل شخص لعمل هذا. ازاي اقولها بالانجلش؟ انا ممكن اكون افضل شخص لعمل هذا. I'm the best person to do that. I'm the best person to do that. بعد كده ايه الفرق بقى بين customer وclient وlead؟ طيب خلينا نتكلم على lead هي بس حاجه prospect، حاجه احتماليه. هو انت مثلا لو انت شغال في sales، تمام، بتجيلك leads. يعني ايه؟ يعني ناس المانجر بتاعك هيديك لسته كده بليدز، لسته بناس اسمائهم وارقام تليفوناتهم واتس ايفر عشان خاطر تكلمهم وتبدا تعرض عليهم البرودكت بتاعك. بعد كده بعد ما بيشتروا بيتحولوا بقى لكاستمر او كلاينتس. طب ايه الفرق بقى بين كاستمر وكلاينتس؟ بصوا مفيش فرق، بس الفرق اللغوي صح قوي اللي هو في البدايه قوي والبدايه قوي، ان الكلاينت حد دائم شويه. يعني حد مش هيجي يشتري منك ازازه زيت ويجري، لا. الكاستمر اللي هو زبون من الاخر. يعني انت لو شغال على تاكسي يو جارا كاستمر، تمام، اللي هو باسنجر بس في النهايه برضه يو جارا كاستمر. تمام. لو انت بتبيع حاجه، بتبيع فول، بتبيع زيت، بتبيع طعميه، يبقى انت عندك كاستمرز مش كلاينتس. طب ما انا عندي زبون بيجي لي كل اسبوع ما بلاش بقى الحاجات دي. تمام. لا لو هنتكلم مثلا على خلينا نقول اكزامبل على فودافون الافضل لها انها تقول على العملاء بتاعتهم كلاينتس، لان العملاء بتوعهم على طول موجودين معاهم، مش بييجوا يشتروا حاجه ويمشوا. فكده ده الفرق ما بين كاستمر وكلاينت اتكلمنا عنهم، ان هو بعيده شويه عن الليدز بعد كده بتتحول بتبقى كاستمر او كلاينت. عاوز اقول اكبر تحدي ليا اني احقق اعلى تارجت للبيع. طيب ازاي اقولها؟ عايز اقول اكبر تحدي ليا، اوكي، يبقى my biggest challenge is to accomplish or achieve the highest target for sales. يبقى my biggest challenge is to achieve the highest target for sales.
السؤال اللي بعد كده، ايه الفرق ما بين more و a lot؟ more و a lot. more انت لو بتقارن ما بين حاجتين، يعني this man is او this girl is more beautiful than the other girl. تمام، فانت بتقارن ما بين حاجتين، ده لو هتستخدم more. لو عايز تستخدم a lot فانت مثلا I work a lot، انا بذاكر كتير. ف more يعني اكتر، a lot يعني كتير. اظن الفرق واضح. تمام، more يعني اكتر، انت أكتر حاجه، اكتر من حاجه. a lot كتير، حاجه انت بتعملها كتير. I study a lot, I work a lot, I work out a lot and so on. مثلا عاوز اقول اتصلت بيك كتير، يبقى I called you many times. I called you many times، انا كلمتك كتير. لو عايز اقول كلمتك كتير قوي بقى I called you so many times. مثلا عايز اقول انا عايز احقق كتير من النجاحات، يبقى I want to achieve a lot of accomplishments. I want to achieve a lot of accomplishments. هي دي النجاحات. تمام، هو نجاح يعني success، بس في الحالة دي احنا هنحط كلمة achievements هتبقى احسن بكتير. I want to achieve a lot of accomplishments or achievements whatever، يعني both of them can work. طيب احنا كده خلصنا الكويشنز اللي موجوده معانا من قبل الفيديو. خلوني كده ارجع بقى اشوف مين اللي سأل ومين اللي ما سألش. طيب نرجع شويه نرجع شويه نرجع شويه نرجع شويه نرجع شويه. طارق، ممكن ازاي اتكلم في الجيرند؟ اوكي، الجيرند اللي هو انت لو فيرب هتحط له ing. I'm working. working هنا gerund. it's a verb with an ing gerund. فانت اي فيرب هتحط له ing هتبقى gerund. خلصت. طاهر فرماوي بيسأل get married. مالها get married؟ ما انا متجوز الحمد لله، بس مالها get married؟ استخدمها ازاي؟ طيب يعني I will get married، انا هتجوز. I want to get married، انا عايز اتجوز. تمام and so on. محمود سعد بيسأل لو سمحت مستر استخدامات would و could، عشان بشوف لهم استخدامات كتير جدا. طيب بص يا حبيبي، could هقول لك على حاجة. طيب احنا عارفين ان could هي الباست بتاع can. يعني I can work دلوقتي. I could work in the past. تمام. بيحطوها كتير قوي ك helping verbs. ازاي؟ انت عندك could مثلا، انت لو عايز تقول انا كنت اقدر اذاكر كتير. تمام، يعني انت دلوقتي بقى انت خلاص عدينا بقى الثانويه العامه، عايز تقول انا كان ممكن اذاكر في الثانويه العامه، ان انت معنى كده ان انت كان عندك الابيليتي او القدره على المذاكره كتير. فهتقول I could have studied. I could have studied. معنى كده ان انت كان عندك الاتاحه وكان عندك الامكانيه، بس انت ما عملتش ده. تمام، بمزاجك يعني. I could have studied برضو ليها مليون استخدام يا محمود، بس انا بجيب لك بس the most common ones. تمام. would انت بتستخدم would في الحاجات اللي شويه imaginary، الحاجات التخيليه شويه. يعني مثلا I would like to order some fish. عايز اطلب شويه سمك، لا مؤاخذه. تمام. ليه هنا بنستخدم would هي كلمه تخيليه، بس لما نحطها في الاستخدام ده بتبقى الى حد ما ذوقيه. I would like to order. I would prefer. I'd rather something. تمام and so on. فwould اكتر في الحاجات التخيليه او في الحاجات الذوقيه، وكود في الحاجات اللي انت بتبقى قادر ان انت تعملها. برضو ليها مليونات الاستخدامات. خش على google.com search for could usages, would usages او could uses and would uses، وهتلاقي استخدامات كتيره قوي باكزامبلز. احمد حماد why you've got a mail. you've got a mail. طيب بص يا احمد، انت لو قلت you have a mail, you got a mail, you've got an email، كلهم صح، مش هتفرق في حاجه. تمام، الفرق بس ان have عاديه، got اقوى، have got اقوى من الاثنين. you've got a mail انت لازم تبص على الايميل ده دلوقتي. فاهم قصدي؟ طارق فرماوي get sick get ready. ايه برضو الفرق؟ get sick get ready دي استخدام get برضو. انت كنت بتكتب استخدامات get. صح انت صح كده طه، برافو عليك. ساره بتقول الاكسنت المصريه في الانجليزي ايه حلها من فضلك، والكلمات اللي المفروض نستغنى عنها زي ذا و this. بصي، هو ذا و this مش هينفع ان احنا نستغنى عنهم يا ساره، بس الاكسنت المصريه في الانجليزي ازاي نتغلب عليها او ازاي نتخلص منها، بان انت تبراكتس الامريكان اكسنت. يعني افتحي فيلم مثلا واتفرجي على كلمه هم بيقولوها،
شوفي انت لو بتقولي كلمه زيهم يبقى انت خلاص عقده الايجيبشن اكسنت ابتدت تتحل عندك، وكملي على هذا النهج. تمام. افضلي اعملي كده مع كل كلمه، مع كل فيلم، مع كل سنتنس بيقولوها في فيلم، فيا ريت آم، آم، يعني تفضلي وراها 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 وراها. ما تقلقش يا احمد سامي، انا ما بشيلش فيديوز من عندي خالص، الفيديو هذا موجود. ده بالنسبه لسؤال ساره. بالنسبه لعمر عبد العزيز، كلمه ثانك يو بتتنطق ازاي؟ لان بحس ان الناس بينطقوها ثانك يو. بص، بعض الناس اللي مش امريكانز هتلاقيهم بيقولوا ثانك يو. هو زي مثلا التشاينيز والجابانيز والجزء ده شويه بيقولوها ثانك يو فعلا، ان هم ما عندهمش اصلا في اللانجوج بتاعتهم الث زينا كعرب، لا، فكده بيقولوها ثانك يو. لكن انت المفروض تقولها ثانك يو، ثانك يو. نيفين، مساء الفل. مساء الفل يا نيفين. بعد اذنك لو بتكلم في التليفون الاصح ان اسال is أميرة here or is أميرة there؟ والله الاثنين صح، الاثنين صح، مفيش اصح ومفيش اقل، لا هما الاثنين زي بعض، مفيش مشكله خالص، هي بس different expression. is أميرة here is أميرة there مش هتفرق، والله الاثنين صح، مفيش واحد اصح من التاني. كريم so I follow you، بالظبط كده كيو. ايه الفرق بين I didn't see him و I haven't saw him؟ بس يا يحيى correction بسيط كده، هي I haven't seen him، هي see saw seen. I didn't see him I haven't seen him. طيب I didn't see اللي هو خلاص حاجة حصلت في الباست والموضوع خلص. عمر did you see كذا؟ لا والله I didn't see him. تمام. لكن have you seen كذا؟ I have seen أحمد، معنى كده ان انت هتكمل كلام بقى، هتكمل شوية كلام عن أحمد. يعني have you seen أحمد؟ Yes I have seen him, he's a very nice person, he's whatever، انت تفضل تتكلم عن أحمد. لكن لو قلت I didn't see him انت خلاص I didn't see him والموضوع خلص، مفيش أي حاجة تانية. رينا بتقول American or British which is better and why؟ بصي بالنسبة لي الموضوع بيبقى عليك انت شخصيا يا رينا، يعني انت على ميولك انت شخصيا، فازاي تختاري بقى بين البريتش والاكسنت؟ انا كعمر انا بحب الامريكان اكسنت. ليه؟ لان انت الامريكان اكسنت it's very easy to find and very easy to learn. يعني لو عايز انزل فيلم بلاقي مثلا 10 افلام، كام واحد فيهم بريتش؟ واحد اتنين ماكسيموم. فمش هيديني الاتاحه ان انا اتفرج على افلام بريتش كتير، لا هلاقي الامريكان ان هو اكتر بكتير قوي يا رينا. فعشان كده انا بحب بصراحه الامريكان اكسنت اللي هي it's very easy to find. طارق، هو انا اعرف ازاي السنتر اللي اخد فيه لغه كويس او لا؟ انا اتنصب عليا كتير فارجو النصيحه، وازاي السناتر دي بتبقى مفتوحه من غير تراخيص ومش خايفه وغير معتمده؟ ده سؤال قوي السنين يا طارق، و thank you very much for asking it. بصوا يا رجاله، اللي عايز ياخد كورس انجلش حاول تدور على شويه مقومات كده في البدايه، ان انت تقيس بيها ان المكان اللي انت فيه ده كويس ولا لا. اول حاجه سيبك من نقطه معتمد ليه، لان مفيش حاجه في مصر معتمده. يقول لك انا عندي كورسات معتمده او عندي شهاده معتمده من البلاب دي هو من الاخر كده بيعمل شغل عليك. ليه؟ هو مش ذنبه على فكره برضه في النهايه، يعني احنا كمصريين اللي يروح ياخد كورس انا عايز شهاده تثبت ان انا بتكلم انجليزي. مفيش شهاده في الدنيا هتثبت انك بتتكلم انجليزي غير شهادتين بس هتحتاجهم وانت مسافر فقط، الايلتس والتوفل. الايلتس والتوفل، غير كده ارمي في الحمام وشد السيفون يا طارق. ما تبصش على اي شهاده كانت اللي يجي يقول لك ده من التربنتنتين اللي موجود في يو كي، قول له انت نصاب كبير، السلام عليكم. طيب سيبنانا بقى من الشهاده دلوقتي، تعالوا بقى نتكلم على الكورس ذات نفسه، ازاي اثق في السنتر اللي انا رايح ادرس فيه ده. اول حاجه اسال كام شخص متاح جوه الكلاس. يعني في ناس بتقول لك ان الكلاس ممكن يستحمل 20 بني ادم 25 بني ادم يقعدوا في نفس الكلاس. هتخش هنا انت قاعد كده في كلاس في فصل من الاخر. تاني حاجه الفلوس، هل الفلوس تضاهي عدد الساعات اللي انت هتبقى موجود فيها ولا لا؟ حاول كده تحسبها وتقارن ما بين الناس. تمام. هل اصحاب المكان ناس تيتشرز ولا ناس بيزنس مان؟ يعني ايه؟ في واحد بيزنس مان والله فاتح سنتر انجلش، وفاتح مش عارف ايه بيعلم فوتوشوب، وفاتح مدرسه هنا، وفاتح مش عارف ايه هنا، وفاتح شركه استيراد وتصدير هنا. فانت بالنهايه هتبقى بالنسبه له عباره، لو الكورس ب 1000 جنيه هتبقى عباره عن 1000 جنيه ماشيه في الشارع.
مش واحد جاي يتعلم. فحاول شويه ان انت تختار الاماكن اللي اصحابها سبيشاليزد في اللانجوج او التيتشنج. دي برضو نقطه. النقطه الثانيه، حاول تختار الاماكن اللي قريبه ليك شويه، يعني بلاش تروح للشيخ البعيد سر وباتع، الحاجات دي بلاش فيها، يعني بلاش تتعب نفسك عشان ما تزهقش مع الوقت. برضو نقطه تانية، انا بص انا عايز اعمل فيديو خاص بالموضوع ده، بس انا بقول لك بس في الوقت الحالي يعني عشان يبقى عندك باك جراوند. اخر نقطه، روح للمكان اللي انت لما بتدخله يا طارق بتحس براحه نفسيه. في اماكن كده بتروحها بتحس ان انت مستريح، انت مش حاسس ان انت مش رايح كورس، انت حاسس ان انت رايح وسط عيلتك وسط اصحابك. حاول تختار الاماكن دي لان دي فعلا اللي هتخليك ان انت تقعد وتكمل لغايه الاخر. وبرضو استنى الفيديو وانا هبقى الموضوع ده. دينا بتقول what to do to improve pronunciation in 15 days your recommendations. movies بقى، بصي اقعدي على فيلم ما تسيبهوش غير لما يطلع من بقك كل حاجه زي ما هم بيقولوها بالظبط يا رينا. 15 days ده تشالنج كبير جدا عشان ابقى صريح معاكي، بس انت لو سهرتي ليل نهار على فيلم واحد صدقني هيبقى امبروفمنت قوي جدا. كل كلمه بيقولوها في الفيلم وليها زيهم بالظبط. ازاي اقول انت جيت على نفسك بتيجي على نفسك. stress yourself او strain yourself. strain yourself هتبقى اقوى هنا، اللي هي STRAIN. you're straining yourself او don't strain yourself. please strain yourself ان انت كده بتيجي على نفسك وبتضغط على نفسك قوي عشان خاطر حاجه. The difference in pronunciation and meaning between immigrate and migrate. واو يا سعد يا راضي الاسئله بقى اللي بتزنق دي. بص يا سيدي، immigrate واحد بني ادم بيهاجر من مكان لمكان اللي هي بالاي. immigrate بالاي اللي هو هيهاجر بس ممكن يرجع في النهايه، لكن immigrate الاولانيه هو مش هيرجع حتى يشوف اهله. تمام. migrate هي مش بتبقى للناس للبني ادمين، هي بتبقى اكتر للحيوانات. يعني مثلا السرب بتاع الطيور ده بيمايجريت من استراليا لكندا في الصيف، فتبقى migrate. ده الفرق. how to improve my fluency in English، ان انت practice English too much، ده اللي هيخليك improve الفلوينسي بتاعتك. ازاي بقى تتعلم American accent؟ ان انت تتفرج على افلام American